السلام عليكم. عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح الثلاثاء 23 يونيو 2026. بداية نذكر المتابعين بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في قلب اجتماعات القاهرة طرح حمدوه مجددا الخرطوم تنسخ الباب تتماسك بشريعة الانتخابات. وفد الخرطوم مقترحا طرح في القاهرة العودة تسقط حمدوه إلى السلطة، مؤكدا أن الشريعة الشعبية تمر بصناديق الاختراع. عودة الضابط سيد عبد الله للواجهة تم تحذيف المحاسبة داخل الميليشيا. الكشف عن زيف اتعاد محاسبة الضابط بميليشيا الدعم الثري سيد عبد الله بعد ساعات مفوض المحامين. التطورات الأخيرة في العمليات الجوية تحديدا محادثة الاتهام مسيرة استراتيجية تابعة للميليشيا في مدينة الطويش وأشار طه أن هذه الحادثة أثارت المراقبين. استشهد مساعد شرطة وأصيب أخيه في حادث إطلاق نار داخل قسم مدينة الجبلين للجيش على خلفية 3 أفراد يحملون ذريا عسكريا يتبع القوات المشتركة. البرهان يقطع الطريق على الفوضى ويصدر قرارات بشأن سوق الذهب. رئيس مجلس السيادة الفنحاوي كل عبد الفتاح البرهان يعلن عن قرارات جديدة بشأن سوق التنقيب على الذهب والنقلة النوعية في خطوة تهدف إلى ضبط الموارد القومية وحماية الاقتصاد الوطني. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق كنا عبد الفتاح البرهان قرارات حاسمة خلال لغاية بولايات الأهلية في منطقة الراتب تقديم وضع خطاب تنقيب على الذهب حتى تشرف الدولة بالكامل. كبير العملية التي نفذها البرهان الفترة القادمة ستشهد تحول جذري في إدارة هذه الموارد حيث تتحول الأسواق العشوائية إلى أسواق نظامية تقضي الرقابة الحكومية أن تكون لضمان استغلال الثروات التعدينية في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية المناطق العملية بشكل عادل وشفاف. ولم تخف توجيهات البرهان هذه العمليات النهائية يبدو أن الميليشيا الملف الأمني الذي يتفاصل في استقرار البلاد، حيث أصبحت المثيرات التي رئيس مجلس السيادة أزمه على محاربة كافة أشكال الانفلات الإعلامية مما يعزز ملف جمع خلال خير مقننة كأولوية قصوى، مؤكدا أن يد الدولة ستستشعر العليا في محاسبة كل من يهدد سلامة المواطنين في إطار تطبيق صارم لسيادة القانون. إن هذه الرسالة المباشرة تعكس إصرار القيادة على إنهاء فوضى الأسلحة التي أعاقت تنمية في مناطق التعدين لفترات طويلة. في سياق علاقات السودان الإقليمية أرسل البرهان إشارات مطمئنة ومسؤولة مؤكدا أن احترام السودان الكامل للذهنية وواقع الصمود الأسطوري في ظل تصاعد يشدد أن العرفت أي تصرفات فريقية قد تؤدي إلى توتر العلاقات. وقد وجه رئيس مجلس السيادة دعوة صريحة للمواطنين لتجنيب التعرض نحو المناطق الحدودية التي قد تثير أي إشكاليات أمنية، مجددا التزام السودان الثابت بالحفاظ على علاقات دبلوماسية متوازنة ومستقرة مع محيطه الجغرافي، كما يضمن تأمين الحدود كحائط صحة أي اختراقات. إن التوجه الحكومي لتقنين التعدين التقليدي المنظم يأتي كجزء من رؤية أوسع لسيادة عامة الاقتصاد الحدودية. حيث تأهل البرهان بأن تتوجه إلى هذه الثروات مباشرة لدعم الخدمات والتنمية في مناطقها الأصلية. إن هذه القرارات تمثل نقدا جديدا بين الدولة والمواطن في مناطق التعدين يقوم على تنظيم الموارد وحماية الأمن وتحقيق العدالة التنموية. مع استمرار الدولة في بسط هيبتها يظل المواطن هو الشريك الأساسي في إنجاح هذا التحول الذي يهدف في نهاية المطاف إلى تحويل الثروة الوطنية من مصدر للفوضى إلى خالق النهضة والاستقرار. شريان حياة بينية 76 مليون دولار. البنك الدولي ينحصر التمويل ضخم لدعم الاقتصاد السوداني. أعلن البنك الدولي عن تمويل جديد للسودان بقيمة 176 مليون دولار لدعم شبكات الأمن الإنتاجية ومشاريع الطاقة النظيفة. ساعة الحسم قائد عسكري بارز يعلن اكتمال التموضع الاستراتيجي للجيش في 3 محاور. في تصريح عسكري حاسم أعلن قائد عسكري بارز عن اكتمال تموضع الجيش في 3 محاور استراتيجية انطلاق عمليات دك أوكار التمرد وعدم النصر ينهي معاناة الشعب. علوبية في مواجهة الحرب الأكاذيب كيف حول العدو كسر الصمود عن الإشاعات والفيديوهات. تغيير ميداني فن شائعات انسحاب القوات المشتركة وفبركة الفيديوهات في الربيع. داعيا المواطنين لليقظة وعدم الانجراف وراء مخططات العدو النفسية. كشفت مصادر عن وديعة سعودية تاريخية في بنك السودان المركزي وترتيبات معلوم كل تمويل الوقود خطوة تهدف لتعزيز العملة الوطنية في عملية نوعية بالقضاء ضبط أثمان من الصابون والسواد منتهية صلاحية داخل المخازن. نفذت مباحث التجارة والتمويل والغرائب حملة مدعمة ناجحة أسفرت عن ضبط آلاف الكراكيب من مواد استهلاكية وزراعية منتهية الصلاحية داخل سوق المحاصيل التي صرفت الناخل الوطني مجموعة هادئون على السودان تطالب البرهان بهذه الشركة. طالبت مجموعة هادئون على السودان رئيس مجلس السيادة الإصلاح جذري لخطاب طيران بما في ذلك حل شركة مطارات السودان عاجل كل قالب وخالق شبه القائد المعرض في ضرب موجة للميليشيا وقائد خالد جبريل إبراهيم موجود العاجل السري وصوله إلى جوبا يونيو 2026. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم
لفريق العمل الاقتصادي المناخ حلول عاجلة لاستغلال تأثير الصرف في تطور ميدان إلى تعزيز قطاعي الذهب والبترول لدعم الإنتاج الوطني. الدعم الثري. أعلن الكاتب إبراهيم مستشار برهان المجتمع الدولي تجاه صوت الشعب السوداني ولازم تتطلب حزما دوليا مدينة نيالا برفقة أسرته الوصول إلى مستشار رئيس مجلس السيادة أن المجتمع الدولي لا يسخر تطلبات الشعب السوداني لأن تصنيف الدعم السري كمنظمة إرهابية حملة أمنية خاطفة تختل أوكار الجريمة في ولاية سنار. الخرطوم شريعة نفذت شرطة ولاية سنار حملة أمنية واسعة استهدفت مناطق الحشاشة في ود العباس والقرى المجاورة. أسفرت الخرطوم أدى لإنضباط الأسلحة والكمية من المنهوبات والمخدرات. أن خطة رفع العرب محملة بصواريخ عليه في محيط سوداني وجيش في تحليل سلاح الدعم الثري. الخطر بشام عملية بشمال الدعم السري أو القوات المسلحة السوداني من رفض الأمنية ميليشيا الدعم السري محمد بصواريخ كورنيت المضاد للتلفزيون في مدينة سودري. مطالبة تفاصيل الكاملة لأحداث برسودان أساسا والشرعية المؤقتة اشتباكات تعني تكشف هشاشة العمل السودانية في قبضة برسودان. القوة المشتركة تلفي تاريخية في اشتباكات اليوم. الجناح المصري نفى المتحدث باسم القوات المشتركة توقيف العالي الوكيل أي طائرة للقوات المشتركة السودانية برسودان مثال اليوم. انتبه إجراءات سياسية هذا المقابلات الوزاري استثناء من عجل إيران السودانيين. تعديل وزاري واسع رسمي العمل براسة كامل إدريس وسط ألبان الإبقاء على وزيرين فقط في منصبهما.